السد يوافق على رحيل تشافي لبرشلونة ب3 شروط. كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الثلاثاء عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل تشافي المدير الفني للسد القطري، والذي ارتبط اسمه بتولي قيادة برشلونة خلفا لكومان. وأقيل كومان من تدريب برشلونة يوم الأربعاء الماضي عقب الخسارة أمام رايو في الليغا، وعلى الفوز تم التواصل مع تشافي لقيادة الفريق. وبحسب صحيفة إسبانيا فإن تشافي ينتظر وفد برشلونة في الدوحة للتفاوض مع السد على إنهاء عقده الذي ينتهي بعد موسمين. وأضافت الصحيفة أن تشافي تحدث مع مالك نادي السد الذي تربطه به علاقة قوية، حيث طلب منه الرحيل لتحقيق حلمه بتولي تدريب برشلونة. وأكدت الصحيفة أن رئيس نادي السد منح تشافي موافقته على الرحيل لتولي القيادة الفنية للبارسا، وإن كان هناك بعض الشروط مثل أن تحضر إدارة برشلونة إلى قطر من أجل التفاوض مع السد وتوقيع العقود في الدوحة، بالإضافة إلى خوض مباراة ودية بين برشلونة والسد يتم الاتفاق على موعدها. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي برشلونة يعرفون جيدا ما يريده السد ويستعدون بالفعل للسفر إلى قطر. ومن المقرر أن يطير الثنائي رافايو سيتي نائب رئيس برشلونة وماتيو المدير الرياضي من كيف مباشرة إلى الدوحة عقب مواجهة البارسا أمام دينامو كييف اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدور أبطال أوروبا.